الفيلم بيبدأ مع تشانج وبيكون فنان متخصص في رسم الخرائط المرئية للألعاب، ومعاه زميله آن، وكانوا رايحين سوا في مهمة مرعبة لأن الشركة اللي شغالين فيها بتعمل لعبة رعب جديدة، وكانت الشركة بعتتهم لبيت مسكون علشان يعملوا مسح ضوئي ورسم خريطة للبيت دوت. وهم شغالين برواز بيقع فجأة من على الحيطة لوحده وبدون أي سبب، وبيكون في صورة للعيلة اللي كانت عايشة في البيت ده زمان. وآن بيسأل تشانج: هو انت تعرف ان صاحب البيت ده اتجنن وقتل عيلته بالسكينة؟ وبيرد عليه وبيقول له ايوه، وكمان عارف ان هم ملقوش جثة الزوجة لحد دلوقتي، وهي كانت فنانة مشهورة وبتعمل تماثيل من الطين. وبعدها بيتحركوا ناحية الأوضة اللي فيها الفرن، وآن كان خايف جدا يدخل، بس تشينج زقه وقال له روح هات المسح الضوئي وتعالى. وفي الوقت دوت تشينج راح يفتح باب الفرن، والكشاف اللي في ايده بدأ النور بتاعه يرعش وانطفى فجأة، وبيسمع صوت غريب جاي من جوه الفرن. وآن بيجيب المسح الضوئي وبيدخل الأوضة ومش بيلاقي حد جوه، وفجأة باب الفرن بيتقفل لوحده، وبيترعب وبيروح يلزق ودانه على الباب علشان يسمع ايه اللي جوه. وبعدها بيسمع صوت تاني جاي من ورا الستارة، وفي اللحظة ديت بيظهر تشانج فجأة وبيخضه بحركة بايخة قوي، وبيديله تمثال صغير كان طلعه من جوه الفرن، وبيطلب منه يمسكه شوية علشان يفحصوه. وآن بيلاحظ رموز وتعاويذ غريبة منحوت على ظهر التمثال، وفجأة بيسمعوا صوت بيحذرهم وبيقول لهم يرجعوا التمثال مكانه. ومن الخوف والرعب تمثال بيتزحلق من ايده وبيقع على الأرض وبيتكسر منه حتة. وآن بيحاول يهرب من المكان، بس الرفوف اللي محطوط عليها التماثيل وقعت عليه، وتشينج بيجري عليه وبيلاقيه غرقان في دمه، وبيجري بسرعة بره الأوضة علشان يطلب المساعدة. وبنشوف الدم بينزف من آن وبيلمس التمثال، ولون التمثال بدأ يتحول للأحمر. ولما تشينج بيرجع بيكتشف إن زميله اختفى من على الأرض، وبيسمع صوت وراه وبيلف يلاقي آن واقف وراه وغرقان في دمه وشكله ما يطمنش، وبيمشي ناحيته ببطء والدم عمال يقع منه وشكله يرعب. وتشينج بيرجع لورا وفجأة ايد بتطلع وبتسحبه من رجله، فبيقع على وشه في الأرض، وباب الفرن بيتفتح وبتبدأ حاجة مخفية تسحبه لجوه، وبيحاول يمسك بإيده في مدخل الفرن بس بيتسحب لجوه وهو عمال يصرخ. والمسح الضوئي بيشتغل لوحده من غير ما حد يلمسه، وبيبدأ يصور البيت وبيصور التمثال هو كمان. ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك في قناة ATV Zone وتفعل زر الجرس. واليوم اللي بعده بنتعرف على شوان، وكان نايم جنب لعبة أطفال اللي بدأت فجأة تطلع أصوات، وبنعرف إن هو ومراته اللي اسمها موها منتظرين مولود جديد، وبيتدربوا إزاي يهتموا بيه على اللعبة ديت. وموها بتكون فنانة شاطرة في ترميم التماثيل والدمى القديمة، والاتنين بيكونوا طايرين من الفرحة ومتحمسين للمولود اللي جاي. وبنعرف ان شوان بيشتغل في نفس شركة ألعاب الرعب، وبتيجي زميلة ليه وتبلغه ان صاحبهم اياه اختفى ومش لاقيينه ولسه ما عندهمش بيانات والمسح الضوئي للبيت. وفي اللحظة دي بيوصل المدير وبيسأل فين المسؤول عن مسح بيانات البيت، فشوان بيقول له خلاص انا هتصل بيه، ومسك تليفونه وبدأ يرن عليه. ورن تليفون آن اللي كان في البيت المسكون وهو طالع على السلم وشايل صندوق فيه بيانات اللعبة والتمثال المكسور. والمدير بيروح ناحيته وبيكلمه، وآن ما بيردش عليه، فبياخد منه الصندوق وبيمشي. وآن بيفضل واقف وراسه متلدلة وفي حاجة غريبة، وبنلاحظ سائل اسود على السلم معلم مكان ما آن طلع عليه، وده دليل ان في روح شريرة استولت عليه خلاص. والمشهد بيتنقل لشوان وهو بيعمل برزنتيشن للعملاء عن اللعبة، وبيشرح ان اللعبة مبنية على قضية قتل قديمة لعيلة شياو، وان الاب قتل مراته بالسكينة وبعدها انتحر، والشرطة عرفت بعد مدة بسبب الريحة الوحشة اللي بلغ عنها حد من الجيران، وملقوش جثة الزوجة لحد دلوقتي، وإن زوجة شياو وهي لوشين كانت نحاتة مشهورة. وفي اللحظة ديت بيظهر آن وقعد يخبط على الإزاز وبيحذرهم كلهم إنهم يهربوا لأنها جاية. والدم بدأ ينزل من الصورة بتاعت لوشين، وشوان بيحاول يسيطر على الموقف، بس آن بيصرخ بأعلى صوته ويقول لهم اهربوا، وبيطلع من بقه سائل اسود قدامهم كلهم وبيغمى عليه. وبعدها المدير بيبلغ شوان انه خد الموافقة على المشروع خلاص، وبيطلب منه يكمل الشغل في اللعبة ديت، وبيعرض عليه فلوس زيادة، وبيقول له ان الفلوس دي هتساعدك في مصاريف المولود الجديد. وفي الليلة ديت موها بتستلم كاميرا مراقبة الأطفال اللي طلبتها، وشوان بيرجع البيت وبيعتذر ليها انه نسي ياخدها لميعاد الدكتور.
وبالليل بنكتشف ان شوان جاب الصندوق اللي فيه البيانات والتمثال للبيت علشان يدرسه. وتاني يوم كان في المكتب وكان بيتفرج على مقابلة قديمة للفنانة لو شين النحاتة اللي ملقوش جثتها، وكانت بتقول ان التربة هي اغرب حاجة في الطبيعة وكل حتة ارض ليها روح، وإنها بتستخدم تراب المقابر في صنع تماثيل الطين اللي بتعملها. وبنشوف شوان ركب الكاميرا في الصالة عشان يطمن على مراته وهو في الشغل، وبيبدأ يتكلم معاها من الكاميرا وبعدها راحت تكمل شغلها. وبالليل شوان وهو بيكمل دراسة البيانات في البيت بيطلب من مراته ترتاح شوية، وفجأة بتظهر مراته قدامه من الناحية التانية، فبيتخض ويبص تاني على الاستوديو فبيلاقيه فاضي، وبيلف وشه وبيلاقي وش عفريت يفتح النفس قدامه. وبيصحى فجأة وبيكتشف انه في كابوس، ومراته بتفتح الباب وبتدخل، وأول ما بتلمسه بيتخض تاني وبيترعب، فبتبدأ تهديه وبتسأله عن المشروع اللي هو شغال عليه. فبيقعد يحكي لها وبتقوله إن لو شين درست في نفس كليتها وبتكون زعلانة على اللي حصل ليها ولعيلتها، فبيحضنها وبيهديها، وهي بتطلب منه إن لو حصل أي حاجة لعيلته ينقذ الطفل الأول. وشوان بيقول لها إنه لو في حاجة هينقذهم هما الاتنين. وفي نص الليل وهما نايمين درجة حرارة التكييف عليت لوحدها، والكاميرا اللي في الصالة بدأت تتحرك وتتتبع حاجة احنا مش شايفينها، وباب الأوضة بيفتح ببطء، وبعدها باب تاني بيترزع، وموها بتصحى وبتروح تشرب مية، وبتلاحظ الصندوق اللي فيه الأوراق والتمثال، فبتوطي علشان تمسك التمثال وتشوفه، بس الطفل بيرفص في بطنها فبتسيبه وبتمشي، وبتروح للاستوديو وبتولع النور، والكاميرا بترصد حركة تاني، وموها بتحس بحاجة غريبة وبتقرب من الكاميرا اللي بتلف لوحدها في الاتجاه التاني، وبيظهر شبح ست واقف في الاستوديو، وموها بتكون مش شايفاه، وفجأة النور بينطفي وبتمشي وهي مش شايفة وبتخبط في الصندوق، وبتقعد على الأرض وبتطلع التمثال، فبتسمع صوت وراها بينادي باسمها، فصباع ايديها بيتعور ونقطة دم بتيجي على التمثال، فبترجع التمثال مكانه وهي مرعوبة، وبتلف وفجأة جسمها بيتسمر مكانه وكأنها ملبوسة، وعين من عينيها بتتحول للون الأحمر. والصبح شوان بيصحى وبيلاقي مراته مش جنبه، فبيطلع ويلاقيها قاعدة على ترابيزة الأكل، وبيسألها عن عينيها الحمرة، فبتقوله ممكن يكون عندي برد، وبيلاقيها عاملة شوربة وفيها لحمة نية، وده بيكون خطر على الحمل. وكانت بتتصرف بطريقة غريبة وبتتكلم معاه بنرفزة، وفجأة بتفوق من اللي هي بتعمله وبتشيل اللحمة النية من الطبق بتاعها، وهو بيحاول ياكل بس الأكل سخن مولع، وهي بتكون بتاكل بسرعة وكأن الأكل بارد ومفوش أي حاجة، وبتكون مش حاسة، وبتفوق تاني وبتستوعب إنها كلت من اللحمة النية، فبتقعد ترجع وهو بيقعد يطبطب عليها ويهديها، وبتكون هي اللي حاطت اللحمة النية ديت بنفسها وهي غايبة عن الوعي. وبعدها شوان بيروح يزور متحف بيعرضوا فيه تماثيل لو شين، والمتحف دوت ملك لأختها، وبتحكي لشوان إن أختها كانت شايفة إن الكائنات بترجع للتراب وأرواحهم بتفضل فيه، وعلشان كده أختها كانت بتنقش تعاويذ على التماثيل عشان تحبس الأرواح ديت، وإن في ناس كانوا بيقولوا إن ده حقيقة، وناس تانية قالوا إن دي خدعة علشان بس تشهر نفسها. وشوان بيقول لها إنه شايف إنها كانت بتعمل كده علشان تعلم وتحمي أعمالها الفنية، وبيطلب إذنها لاستخدام الحاجات دي في اللعبة، وبتوافق وبتتمنى إن اللعبة دي تكشف حقيقة اللي حصل لأختها زمان، وبتطلب منه يبلغها لو عرف أي حاجة. وبعدها شوان بيدخل البيت المسكون ده بنفسه، وبيسمع صوت وبيتخض، وبيروح يبص على مكان الصوت ده وبيطلع فار، وبيلاقي تمثال مكسور وراسه مش موجودة فيه، وبيسمع صوت تاني وراه، وبيلف يلاقي راس التمثال دي على الأرض وعليها دم، وبيمسكها وبيحس بحد وراه، وبيلف وما بيلاقيش حد، وحاجة بتعدي بسرعة جنبه وهو ما بيشوفهاش، وبيلاحظ إن في ظل ناحية الباب، ولما ضوء الكشاف بيجي ناحية الظل دوت بيختفي، ولما بيبعد الضوء الظل بيرجع تاني، وفجأة عفريت بيظهر قدامه وماسك نفس التمثال، وبيحذروا ويقولوا لازم ترجع التمثال تاني. وفي نفس الوقت الدم بينزل على صورة العيلة والعفريت بيختفي، وشوان بيبدأ ياخد نفسه، بس الدم بيبدأ ينزل على كتفه من السقف، وبيبص لفوق يلاقي عفريت غرقان في دم وطاير فوقيه، وشوان بيترعب، وبنعرف في الآخر إنه كان بيجرب اللعبة بنضارة الواقع الافتراضي. نشف دمنا الله يخرب بيته. وبنروح لموها في الاستوديو، ودرجة الحرارة بتعلى لوحدها تاني، فبتوطيها وبتعلى برضه تاني، فبتقوم طافية خالص، وبتتخض لما بتلاقي التمثال اللي شغال عليه مش موجود، وموجود مكانه التمثال اللي جوزها جابه من الشغل، والتكييف بيشتغل لوحده والحرارة بتعلى، وبتحاول تخرج من الأوضة بس الباب بيتقفل عليها، وعينين التمثال بتتحول للون الأحمر، وبتبدأ تتحرك وتبص عليها، وبتسمع همس مرعب بيطلب دم منها، وبتحس بحاجة ماسكة دراعها، وبتشوف انعكاسها في المراية بيراقبها وبيبتسم ليها، وفجأة التمثال بيظهر وبتكون شايلاه في ايديها،
وانعكاسها الشرير في المراية بيجبرها تجرح نفسها جرح جامد قوي، وبتقاوم وهي بتصرخ من الألم بس مش عارفة تمنع نفسها. وبعدها بتبدأ موها تغني نفس الأغنية الغريبة ودمها نزل على التمثال، وبتكون الروح ديت اتمكنت منها بالكامل. وبنشوفها بتخلط دمها بالطين وبتصلح بيه راس التمثال، وبتستخدم آلة علشان تمسح التعويذة اللي على التمثال وبتفك حبس الأرواح المحبوسة جوه. وبعدها بنتعرف على شينج وهو بيستلم تعويذة من أستاذه واسمه ليه، والمعلم ليه بيقوله إن التعاويذ ديت للحماية وإنه عانى منها طول عمره، وبيقوله تعالى أقرأ لك البخت، وبيقرأ له وبيحذره من خطر كبير هيصيبه بس لو فضل نقي كده وعسول هينجى منه. وبنروح لشوان اللي بيرجع للبيت وبيلاقيه ضلمة، وبيخش استوديو مراته وبيلاقيها صلحت التمثال ومسحت جزء من التعويذة اللي عليه. وبالليل وهو نايم جنبها بيسألها ليه عملت كده وسابت شغلها، وهي ما بتردش عليه. والتكييف بيعلى لوحده والريموت بيعطل، وفجأة موها بتصرخ وبتبدأ تخربش في بطنها بضوافرها، وشوان بيحاول يوقفها وبيشوف الدم نازل من بطنها. وتاني يوم شوان وهو في الشغل بيقرأ عن تقلبات مزاج الأم في الحمل، والمدير بتاعه بيشوفه وبيقعد يتكلم معاه وبيهديه وبيطمنه، وبيديله تعويذة مراته كانت عاملاها زمان من المعبد علشان تحميها هي والطفل اللي كان في بطنها. وشوان بيكون قاعد بيفحص فيديوهات المسح القديمة للبيت المسكون، وبيشوف ان التعويذة اللي على التمثال مش واضحة. وفي الوقت دوت موها بتبقى في الاستوديو وباين عليها ان في حاجة غلط. وشوان بيجيله اتصال من آن وبيكون مرعوب، وبيقعد يحذره من التمثال وبينصحه يجيب كاهن للبيت. وفي نفس الوقت دوت موها بتبتسم ابتسامة مجنونة للكاميرا وبتقعد تضحك بشكل يخلي جسمك يقشعر. وشوان طلع يجري على بيت آن وبيسمعه بيصرخ، وبينصدم لما بيلاقيه بيخيط عينيه بنفسه والدم مغرقه. وفي الوقت دوت آن بيحاول يقول حاجة عن التمثال، وبنشوف موها بتجرح ايديها وتحط دمها على اللعبة اللي على شكل الطفل، نفس اللعبة اللي كانوا بيتدربوا بيها. وتكون موها بتتحكم في تصرفات آن عن طريق اللعبة ديت. وآن بيتوسل لشوان يساعده وبيحاول يهرب والباب بيتقفل، وموها بتلف ايد اللعبة ودراع آن بيتلوي بنفس الطريقة. وشوان في حالة صدمة ومش عارف ايه اللي بيحصل، وموها مكملة في تعذيبه. وآن بيقعد يخبط دماغه في الدولاب وبيدخل صوابعه بقه بشكل مرعب، وبيقرب من شوان وبيحاول يقوله حاجة عن ظهر التمثال. وقبل ما يكمل كلام موها بتلف راس اللعبة فبتكسر رقبة آن وبتموته في ثانية. وشوان بيكون قاعد مرعوب، وموها بتضحك والشر ماليها، والتعويذة اللي على التمثال بيتمسح منها جزء تاني. وبالليل شوان بيحاول يحسن صورة التمثال علشان يقرأ التعويذة اللي آن حاول يقوله حاجة عليها. ومراته ساعتها كانت نايمة، وبيدخل الاستوديو وبيلاحظ ان التمثال شايل تمثال صغير في ايديه، وبيشيل راس التمثال الصغير دوت وبيبدأ يبص عليه ويفحصه بعينيه. وفجأة لعبة الأطفال بتبدأ تطلع صوت عياط، فبيتخض ويقع منه راس التمثال على الأرض. وفي نفس اللحظة حاجة وقع على الأرض بتشك رجليه وبيبدأ ينزل دم، وبينصدم لما بيلاقي اللعبة شغالة وبتطلع صوت من غير بطارية. وبيسمع خبط على الباب، وبتكون مراته هي اللي بتخبط وكانت هتكسر الباب، والخبط بيقف فجأة. وبعد لحظة روح شريرة بتدخل الاستوديو وبتحاول تأذي شوان لأن دمه لمس راس التمثال الصغير، وجسمه بيتسمر مكانه وعينه بتحمر وبيشوف رؤية مرعبة. بس التعويذة اللي في جيبه بتمنع الاستحواذ دوت، وبتكون التعويذة ديت هي اللي المدير اداهاله. وشوان بيمسك التمثال وبيحاول يهرب ويخرجه بره البيت، بس موها بتظهر في الوقت دوت وبتاخده منه وبتمشي. فبيقرر يزور المعبد اللي اتعملت فيه التعويذة اللي المدير اداهاله، وبيقابل المعلم ليه وبيوريه صورة التعويذة. والمعلم ليه بيشرح له ان التعويذة دي مكتوبة بلغة قديمة وقوية جدا، بس علشان الراس مكسورة ففي اجزاء ناقصة. فبيسأله في الوقت دوت لو كان في حد يقدر يساعده، فبيقول له روح قابل شينج. وبنروح لشينج اللي بيكون بيدرس لطلابه عن التمائم والتعويذ، وبيشرح للطلاب ان التعويذ دي للحماية ومش خربشة على ورق وخلاص. وشوان كان قاعد حاضر في الدرس ده، وبيسأله لو في جزء ناقص من التعويذة بتضعف قوتها، وبيرد عليه وبيقول له ايوه بيضعفها. وبعد الدرس شوان بيقعد يتوسل لشينج انه يساعده، بس شينج بيرفض. وبعدها لما بيشوف صورة التعويذة بيغير رأيه وبيوافق على طول، وبيقعد يشرح له ان ده ختم قديم لحبس الارواح الشريرة اللي ما بينفعش تتدمر، فبيكون الحل الوحيد انها تتحبس. وبيقول له ان كتابة التعويذة ديت صعب لان الحروف اللي مش موجودة ديت مستحيل نعرفها. وبياخدوا بعض وبيروحوا على البيت، وشينج بيطلب منه ينادي موها،
وبيروح يناديها وبيسمع صوت وبيلاقيها بتاكل لحمة نية. وأول ما بتلمح شوان بتقوم وبتجري ناحية شينج، وكان شينج رش ملح على الأرض وطلع حاجة من بقه في وشها، ووقعت وهي بتصرخ وتتلوى من الألم على الأرض. وشينج بيكشف عن تعويذة مرسومة على ايديه، وبنشوف عينين موها اتقلبت وبقت ترعب، وبيرمي تعويذ عليها وبيردد وبيتمتم بكلام، والتعويذ بتولع على جسم موها وجسمها بيتلوى بطريقة مش طبيعية، والأرواح بتبدأ تخرج منها بس بترجع لجسمها تاني. ودم بينزل من مناخير شينج وبيمسح الدم ده من على مناخيره وبيحطه على التمثال، والروح بتخرج وبتروح ناحية شينج وهو بيخليها تخش في التمثال، وبيختم التمثال بتعويذة، وموها بتقع على الأرض بس التعويذة بتتحرق وبتخرج الأرواح دي تاني من التمثال وبترجع تاني لموها. وشينج قام بسرعة يغطي عينيها بقماشة وخلاها يغمى عليها مؤقتا، وبيربط جسمها بخيوط حمراء، وبيسأل شوان هو التمثال ده هنا من امتى، وبيقولوا ان الأرواح دي بتتغذى عن الدم، ونقطة دم واحدة بتكفي تسيطر على أي حد، وبيعترف انه استخدم تعويذة غلط علشان كده اتحرقت. وبيقول ان الاجزاء الناقصة في التعويذة ليها احتمالات كتير، وشوان بيقوله ان جاب التمثال ده يوم الاربع اللي فات، وشينج بيرد عليه وبيقوله ان الملبوس قدامه 7 أيام بس، ولو الصبح طلع على موها هتروح للأبد لأنها هتتم ال7 أيام. وبيسألوا التمثال ده اتصنع ازاي، وبياخدوا بعض وبيروحوا لأخته لوشين وبيوروها التمثال، وشوان بيقعد يشرح لها وبيقول لها ان مراته بقت ملبوسة خلاص، بس هي بترد عليه وبتقول له انها ما تعرفش اصل التمثال ده منين. وشينج بيقول انه هيعمل طقوس تكشف الحقيقة للكل، وبيربط قماشة حمراء على عينها وبيربط ايديها بخيط، وبيحذرها انه اول ما يسحب الخيط ترجع على طول قبل ما عود البخور ينطفي، وبتدخل في رؤية من الماضي وبتشوف اختها بتحفر في تراب مقبرة وبتاخده وبتمشي بيه، وكانت حامل في الوقت وهي راجعة بيجيلها إجهاض وبتنزف وبتقعد تصرخ من الألم. والمشهد بيتنقل لأوضة ضلمة ولوشين قاعدة هتتجنن وابنها الميت قدامها، وبتخلط الجنين الميت ده بالتراب والطين، وبتصنع التمثال وهي بتغني الأغنية المرعبة اللي كانوا بيسمعوها قبل كده، وبتحط التمثال في الفرن. وفي اللحظة دي روح شريرة بتلبسها، وبنرجع للحاضر وبتقعد تحكي لهم على اللي شافته. وشينج بيقول ان تراب القبر كان فيه أرواح كتير، والنار والجنين حولتهم لشر كبير. وبنشوف ان لوشين هي اللي قتلت جوزها وهي تحت تأثير الأرواح الشريرة ديت. وشينج بيسألها ايه اللي حصل بعد كده، وبنشوف ان لوشين فاقت وحاولت تصحح اللي حصل، ونحت التعويذة على ظهر التمثال علشان تحبس فيه الروح الشريرة، وحبست نفسها وراحتها مع التمثال وماتت. وشينج بيسحبها في الوقت من عالم الأرواح، وبيكتشف ان في أرواح كتير في التمثال ده ومش روح واحدة، وعلشان يعيد الختم على التمثال لازم يلاقي جثة لوشين الأول. وبيروحوا في الطريق على البيت المسكون، وشينج بيشرح ان حبس الأرواح دي محتاج وعاء بشري وهيكون أفضل من التمثال الطين، ولازم يلاقوا الجثة ويختموا الأرواح فيها قبل ما تقضي على موها. وبيوصلوا البيت، وشينج بيقول ان لوشين دفنت نفسها ورا جدار الفرن، وبيطلب من شوان يفضل بره ويراقب موها وبيديله تعويذة حماية. وشوان بيفتكر ان زميله عمل مسح للبيت بالكامل عشان اللعبة، واكيد الاجزاء المفقودة للتمثال الكاميرا لقطتها، وبيقسموا الشغل. شينج بيدور في الواقع، وشوان بيدخل اللعبة بنظارة الرؤية الافتراضية، وشينج بيدخل الأوضة بتكون مليانة تماثيل من الطين وبتهجم عليه الأرواح اللي موجودة جواها، وبيقعد يقاوم وفي الآخر بيتغلب عليها، وبيوصل للفرن وبيلاقي الجثة وبيبلغ شوان. وشوان في العالم الافتراضي بيلاقي الحتة الناقصة في التمثال وبيكمل التعويذة، وفي الوقت ده موها بتبدأ تفوق، وشينج بيبدأ يفتح جزء في الحيطة، وشوان بيبلغه ان لقى القطعة والاتصال بينهم عمال يقطع ومش سامعين بعض. وشوان بيلف وبيلاقي موها اختفت، وشينج بيسحب جمجمة لوشين، وشوان بيدخل وهو بيجري ويقول له موها اختفت ومش لاقيها. وباب الفرن بيتقفل فجأة على شينج والنار بتولع، وشوان بيحاول يفتح الباب وموها بتظهر وبتهجم عليه، وشينج بيقعد يصرخ عليه وبيقوله استخدم التعويذة. وشوان بيطلعها من جيبه وبيحطها على راسها، وموها بتقع على الأرض، وشينج بيفتح الباب وبيخرج في الوقت وموها بتقعد تتلوى بتفوق للحظة، نادى على شوان علشان ينقذها. وشوان بيدي القطعة الناقصة اللي رسمها على ورقة لشينج وبيجري يحضن مراته، وشينج بيقعد يرسم التعويذة كلها على ورقة وبيعور ايديه وبينزل دم على التمثال.
فالأرواح الشريرة بتخرج وبتروح لشينج، فبيرفع الجمجمة والأرواح بتخش جواها، وهو جاي يحط التعويذة على الجمجمة بتتكسر والأرواح بتهرب وتنتشر في الأوضة، وبطن موها بتبدأ تتحرك والأرواح بتدخل جوه الجنين، وبتكون الأرواح ديت عايزة تتولد من جديد ومش عايزين أصلا موها. وشينج بيشوف وجوه بتتشكل في بطنها وبيقرب عليها علشان يحط التعويذة، وفي الوقت ده شوان بيمنعه وبيفتكر كلام شينج إن الوعاء البشري هو الحل، فبيعور إيديه وينزل دمه على التمثال. فالأرواح بتسيب الطفل وبتدخل جسم شوان، وبيبدأ يقول لشينج يختم عليه بالتعويذة بسرعة، بس الأرواح اللي لابساه بتتحكم فيه وبيمسك إيد شينج في آخر لحظة والورقة بتتقطع، وبيشيل التمثال من على الأرض وبيقرب من مراته، والأرواح الشريرة ديت بتأمره يقتلها، وموها بتقعد تتوسل ليه إنه ما يعملش كده. فبيفوق للحظة وبيخرم عينه بإيديه علشان يوقف الأرواح اللي مسيطرة عليه ديت، وبيبدأ يصرخ في شينج وبيقول له اختم عليا دلوقتي وحط التعويذة. فشينج بيجري وبيقطع قميص شوان وبيستخدم دمه وبيرسم التعويذة على ظهره، والختم بيكتمل والأرواح بتتحبس جوه جسم شوان للأبد. وقبل ما يقع على الأرض بيقول لموها إن طفلهم هيكبر وهيكون بخير، ودموعه بتنزل من عينيه وبيموت قدامهم. وبيعدي شهور وموها ولدت بنت زي الفل وسليمة، وقاعدة عمالة تحكي لها في قصص، وبيرن جرس الباب وبتطلع تجيب طرد من شركة الألعاب اللي كان شوان شغال فيها، وبتدخل المطبخ وبتشوف شوان واقف في المطبخ وبيرتب ترابيزة الأكل وبيطلب منها تاكل، وبتقول له بنتنا بقى عندها 6 شهور وبدأت تقول بابا. فابتسم ليها، فقعدت تقول له وهي بتعيط إنها كانت بتموت من غيره، وبيطمنها إنه بقى معاها دلوقتي وبيمسك إيديها، فبتقرب عليه وبتحضنه وبتقعد تعيط. وبنكتشف إن اللحظة ديت مش حقيقية، وموها عايشة التجربة ديت بنضارة الواقع الافتراضي. والمشهد بينتقل لشينج اللي دلوقتي عنده مجموعة من التعويذ، بس فاضل 3 بس ويكمل المجموعة كلها. وبنشوف أخت لوشين ماسكة التمثال وبتحطه في المعرض بتاعها، والتعويذة بتكون اختفت كلها من على ظهر التمثال، وبتبتسم بشكل يقلق. وبنكتشف إن شوان مش ميت وإنه في غيبوبة ومحبوس في مكان مجهول. وهنا بينتهي فيلم النهاردة، وأشوفكم على خير في الفيلم الجاي، ويلا سلام.